السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. هكذا أيها الإخوة والأحباب فضل أساتذتنا الأفاضل علينا يكون هكذا، نعاملهم كل الاحترام وكل التقدير وكل الإجلال لهم لأنهم أصحاب الفضل علينا. والله أنا شخصيا من أولى ابتدائي مدرسة الأستاذة هناء عبد الحميد تقريبا كان مديرة مدرسة المشتركة الأستاذة هناء، يعني لدلوقتي الواحد ما يقدرش يفتح عينه في مدرسينه، فمش عارف أنا مستغرب ويسألوها عني. يعني دلوقتي والله بشوفها ماشية في الشارع لازم أمشي من الناحية الثانية. أنا بستغرب من تعامل الطلبة مع المدرسين، مش عارف والله إيه اللي حصل. ده زمان أنا كنت في 93 أو 92 أيام ما كنت طالب في الثانوية العامة كنت بمشي أفتخر بالقميص الأبيض والبنطلون الكحلي. دلوقتي أصبح يعني حاجة سيئة خالص طالب الثانوية العامة، مش عارف إيه اللي حصل. يعني حاجة تسيء للعلم وتسيء للعلماء. طالب الثانوية العامة ده أنا كنت زمان أتعمد أمشي أفتخر بالقميص الأبيض والبنطلون الكحلي والبرافل الكحلي، إنما طالب ثانوية عامة معروف مميز في البلد. دلوقتي طلبة الثانوية العامة من أسوأ الطلبة إلا القليل يعني. والله صح أنا يعني ماشي. حتى أطيل عليكم يعني جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة الكريمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما قلت لحضراتكم فإن السبب نعلمه. هؤلاء تعلموا على يد محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا قادة وعلموا الدنيا كلها الأدب، وما عرفت الدنيا الأخلاق الحسنة إلا على يد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعدما تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد منكم أيها الطلبة الكرام أن يكون قدوته محمد صلى الله عليه وسلم فله الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. أما من أراد أن يتربى على الأفلام الهابطة والمسلسلات الماجنة فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحتى لا نطيل على حضراتكم يعني أرحب بأخي الشيخ حمدي فرغلي ممثلا عن الجماعة الإسلامية، وقد بعثوا إليكم ببعض الهدايا التي تزودكم في طريقكم إلى الله تبارك وتعالى من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى لا نطيل على حضراتكم نريد أن نوزع لأساتذتنا الكرام شهادات التقدير وبعض الجوائز، فأسألهم أن يعذرونا فإنه جهد المقل، والله لو بذلنا لهم الدنيا ما وفيناهم حقهم. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم. جزاكم الله خيرا.